مشكلة قلة المشاهدات على اليوتيوب بقت حاجة يعتبر زي مصدر إحباط للناس المبتدئة. ببساطة شديدة أي واحد لسه بيفتح قناة على اليوتيوب، ومن ضمنهم أنا مثلا القناة اللي بكلمك منها دي قناة جديدة مش قناتي الأساسية، بس المشاهدات فيها قليلة. ولكن اللي أنت متعرفوش إن ده ببساطة شديدة حركات معروفة. مش أي قناة جديدة هتبدأ هتعمل كونتنت هتطلع تجيب ملايين المشاهدات. معروف جدا ان البدايه في اي قناه في الدنيا بتكون بدايه متعثره قوي، لان ما كانتش اساسا محبطه جدا. تعمل الفيديو بمونتاج خرافي، بتعديل صوت خرافي، بحوارات خرافيه، واذ تفاجئ ان المشاهدات قليله جدا. للعلم عشان تبقى فاهم ان يوتيوب مش بيع عندك، يوتيوب من مصلحته اساسا ان هو ينجح قناتك وانك تستمر في النشر، لان ده من مصلحه اليوتيوب قبل ما يكون من مصلحتك. بس النهارده انا جاي اعرفك ازاي بعد فضل الله سبحانه وتعالى تنط مشاهداتك زي ما انت ما شايف قدامك كده. من كنا بنجيب 60 ل 50 مشاهده لبقينا بنجيب من 600 ل 800 مشاهده في اليوم، وده انا شايف ان هو كويس جدا لقناه لسه بتبدا، او بمعنى ادق قناه بقى لها 25 يوم زي قناتي. ايه اللي عملته او انا عملت ايه عشان انط النطه دي؟ ركز معايا وكمل معايا الفيديو. اول حاجه عشان ما اضحكش عليك وهي الاستمراريه في نشر المحتوى. زي ما قلت لك وهرجع اقول لك ان الاحباط الناتج عن اي كونتنت انت بتنزله ده حاجه طبيعيه جدا. بتبقى تعبان في مونتاج الفيديوهات، سواء كان تعديل الصوت او تعديل الصوره او تعديل اي حاجه في الفيديو. ببساطه شديده انت بتبقى منتظر مقابل في الاخر، ولكن اذ تفاجئ ان الفيديو بتاعك ما جابش مشاهدات. بس هرجع واقولها لك للمره الثانيه، ده طبيعي جدا جدا جدا. الفكره ما فيها ان انت تستمر في نشر المحتوى، وقناتك على المدى البعيد هتلاقيها الفيديوهات اللي ما بتجيبش مشاهدات دي بدات تجيب. عشان تبقى عارف ببساطه شديده، يوتيوب ببساطه شديده بمجرد ما انت بترفع الفيديو بتاعك بياخد حوالي 30 يوم، طبعا ده بالنسبه لقناه مبتدئه، عشان يبتدي يوزعه للناس. وعشان تبقى انت فاهم اكتر، ده ينقلنا للخطوه رقم 2. الاهتمام بالصوت وبجوده الفيديو دي من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. حتى ان كان الفيديو بتاعك اول ما رفعته ما جابش مشاهدات، بس انت ان كنت مهتم بالصوت وبجوده الفيديو ما تقلقش، المشاهدات جايه. لو مش النهارده الاسبوع الجاي، ولو مش الاسبوع الجاي الشهر الجاي. بس اعرف ان انت ما دمت رفعت الفيديو ومتبع القواعد الاساسيه لاي فيديو، وهي ان انت تقدم صوت حلو وفيديو محترم، ما تقلقش، المشاهدات جايه. وعشان تبقى انت فاهم وتتاكد ان يوتيوب من مصلحته ان هو ببساطه شديده يزود لك مشاهداتك، ده بينقلنا على الطريقه رقم 3. هتلاقي يوتيوب دايما بيدعمك بتحديثات كتيره جدا جدا جدا، زي مثلا شاشه النهايه، او زي مثلا البطاقات اللي بتظهر فوق في الفيديوهات، او زي مثلا انه كل شويه بينزل لك تحديث بحيث ان انت تحط فيديوهاتك في ببساطه شديده اماكن كتيره جدا. يعني مثلا زي المنشورات اللي بدات تظهر من سنه، فطبعا دي حاجه قويه جدا. يعني مثلا من قبل سنه ما كانش في حاجه اسمها منشورات اساسا. فدي كلها حاجات يوتيوب بيدعمك بيها عشان اوريك اساسا ان يوتيوب من مصلحته ان انت فيديوهاتك تنتشر. دي حاجه معروفه وبديهيه جدا. وطبعا ببساطه شديده لو انت مبتدئ في عالم اليوتيوب انا مش ناسيك على فكره. لو انت عايز تعمل صوره مصغره احترافيه انا عملت لك الحلقه اللي ظهرت قدامك دي. ولو انت عايز تصور بصوت احترافي جدا انا عملت لك الحلقه اللي ظهرت قدامك دي. ولو انت عايز تطلع صوت محترم جدا 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 من المايك بتاعك لازم تتفرج على الحلقه اللي ظهرت قدامك دي. وعشان تبقى انت فاهم انا بقولها لك لوجه الله، معكش مايك ما تبتديش، لان هرجع واقولها لك ان احنا كلنا كمنشئين محتوى بنركز جدا 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 على جوده الصوت ليك. فانت حضرتك لو حبيت تبقى منشئ محتوى ومعكش مايك انت كده فعلا بتضيع وقت. فكل اللي انا عايزه منك مقدما انك تنزل تشتري مايك البويا ام 1. وفي ناس كتير بيقولوا لي انت بتعلن انه انا اولا شركه بويا ما تعرفش ان انا عايش. فانت ببساطه شديده لو انت نزلت اشتريت مايك افضل لك جدا انك تجيب مايك البويا ام 1، مايك احترافي جدا ورخيص وينفع للمبتدئين في عالم اليوتيوب. وما تقلقش ببساطه شديده قناتي اكتر من كافيه ان هي تنقل مستواك من مستوى مبتدئ لمستوى محترف جدا 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 في اليوتيوب. بعلمك من اول ما بتعمل القناه لحد ما تقدم قناتك للمراجعه، وكمان فيما بعد تقديم قناتك للمراجعه. وبعلمك تعمل محتوى من الصفر للاحتراف. وافتكر اني بقول لك ان قناتي بقى لها 25 يوم، ما بقى لهاش سنتين ولا 3. وبعد فضل الله مشاهداتي في 25 يوم بس عدينا 13000 مشاهده، اللهم لك الحمد، عشان بس الواحد ما يتحسدش. فببساطه شديده اللي انا عايز افهمه لك ان حته قله المشاهدات دي كلنا بنعاني منها، ولكن الجدع اللي يكمل. لان ببساطه شديده يوتيوب لما يلاقيك مستمر في نشر المحتوى بغض النظر ان كان الفيديوهات بتجيب مشاهدات ولا ما بتجيبش مشاهدات، يوتيوب هيبعت فيديوهاتك للناس. لان هرجع بقولها لك للمره الثالثه في الفيديو او الرابعه كمان، ان يوتيوب ببساطه شديده من مصلحته ان انت تنجح في اليوتيوب، لان بما انك انت نجحت فانت بتزود نجاح اليوتيوب. وبس يا شباب، سلام عليكم، ونتمنى دايما الاستمراريه في نشر المحتوى، لان ده اللي بعد فضل الله بيخليك تنجح على المدى البعيد. سلام عليكم.